السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشرح لكم على تطبيق ريادة. ال- مبادرة ريادة التي أطلقها رئيس الوزراء هي مبادرة لدعم الشباب والعاطلين عن العمل. أشرح لكم شلون التسجيل بهذا التطبيق. أول بداية تفتح التطبيق. من تفتح التطبيق تسجل، تحط رقم، يعني تدوس إنشاء حساب، تحط رقم الموبايل مالتك وتفتح تدخل رقم موبايلك هنا، تجيك رسالة تفتح البرنامج. أنا عندي حط رقم الموبايل مالتي هنا، كتبت رقم الموبايل كلمة السر وانفتح عندي هاي الصفحة. تسجل هنا المعلومات الشخصية، يعني أول بداية تسجل اسمك، اسم الأب، اسم الجد، اسم الرابع. أدخال اسم الرابع فقط، أي اسم الجد هنا تكتب بس اسم الجد. اسم الأم الأول، اسم الأم الثاني، اسم الأم الثالث، سنة الميلاد مالتك، البريد الإلكتروني تكتبه، يعني اختيار كيف تكتب البريد أو ما تكتبه عادي. معلومات السكن تكتب المحافظة مالتك، القضاء، الناحية، المعلومات الدراسية، رفع صورة شخصية. تسجل المعلومات كليتهن وتسجل بالتطبيق. سهل التطبيق، سهل، مراد يعني أي صعوبة. هذا التطبيق يعتبر مبادرة من رئيس الوزراء لدعم الشباب، يعني يعطون قروض من 1,000,000 تقريبا ل20 مليون لأي شخص يريد يشتغل، بس لازم يدخل دورة تدريب مدتها 5 أيام. أنا ما أريد أسجل، لأن أنا ما أريد أسجل، أنا ما أريد أقدم يعني على هاي الشغلة. هاي للناس اللي تريد، يعني تريد قرض.